السلام عليكم. معاكم مطبخ اسماعيل. النهارده ان شاء الله هنعمله سمك بلطي مقلي. بس احنا فاتحه بطريقه ايه زي ما انتم شايفين. الطريقه ديت بتاخد التوابل بتاعته بكفايه. تمام اهي. يعتبر قريب من السنجاري وهيتقلى واوريه لكم. دي اهي زي ما انتم شايفين اهي السمكه. فبجيبها على الفتحه بتاعت بطنها من هنا وبقطعها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انا قاطعها. تمام. ودول شويه جمبري اهم العيال نفسها فيه. فقلت ايه اجيب شويه معايا من السوق وانا جاي. ومعانا هنعمل له خلطه للجمبري. الخلطه بتاعته ان شاء الله اللي هنعملها معاها طماطم وبصل وتوم وكرفس وبقدونس وخل وليمون ونص كوبايه ميه وفلفل كوبي او قرنين متقطعين والبهارات بتاعته فلفل اسمر وكمون وبابريكا. وهنبدا ايه اشتغل فيهم. في الاول اعمل الخلطه. هقلب بس كوبايه الميه عشان انا ما عنديش الكبه. واقلب عليها الطماطم واخد البصل كرفس وبقدونس فلفل كوبي توم الليمون والخل والبهارات زي ما انا قلت لكم اهي. وهنسمي الله. وهنضربهم. هضربهم في الخلاط وارجع اوريه لكم. بصوا يا جماعه انا بفرمهم في الخلاط لان انا ما عنديش الكبه. فطبعا بيساعد بنص كوبايه ميه زي ما انا وريتكم. احنا كده خلصناه. بصوا يا جماعه الخلطه اللي انا عملتها اهي زي ما انتم شايفين. نديها سنه على النار بس ايه تاخد سوا شويه او تتسبك شويه. وهوريكم هنعمل ايه فيها بعد كده. حط لايكات كتير وصلوا 100,000 لايك. بصوا يا جماعه ادي التتبيله اللي انا بقول عليها اهي. ما عملتش اهي زي ما انتم شايفين. تمام. اللي عايز يعمله سنجاري انا ايه يتعمل عادي بنفس الطريقه دي. فانا هنقليه. الخلطه اللي انا عملتها اهي تمام كلها ناعمه زي ما انتم شايفين. تمام. هضيف عليها الجمبري. اللي عايز يعمله بالطريقه ديت ويخلصه تمام. بس انا بعد ما اخلص ده هنقلبه في الصينيه بس ياخد ايه طعم الجمبري في التسبيكه دي. تمام. بعد كده اقلبه في الصينيه وادخله الفرن. هزود له كام طماطمايه متقطعه كده عليه. نخلصه برده دوت وارجع لكم تاني ان شاء الله. بس يا جماعه بعد ما عملناها اهو الخلطه بعد ما نزلتها من على النار هقلبها كلها كده زي ما هي اهي. بصوا ريحتها ايه. اهي هو ترص لوحده في الصينيه. شايفين التخين كده الصوص ده تشرب منه. تشرب من ايه من الخلطه اللي احنا عملناها اهي اهي.
اهي تمام كده. بسم الله ما شاء الله عليه. يعني بصوا خلطه بسيطه قوي زي ما وريتها لكم بالظبط. اللي عايز يعمل شويه جمبري يعملهم بالطريقه دي. هاخدهم ادخلهم الفرن وبعد كده ايه لما تطلع ان شاء الله اوريها لكم. السلام عليكم. رجعنا تاني يا جماعه بعد ما الاكل استوى معايا. طبعا الصوص اللي انا عملته او الخلطه اللي انا عملتها في الخلاط زي ما انتم شفتوها كده. اللي ما عندوش كبه يعملها في الخلاط بنص كوبايه ميه. تمام. وزي ما انتم شايفين الجمبري اهو. اهي بالواحده اهي. الحقها امسكها بايديا اهي. تمام. والصوص ده طبعا في خطير في الاكل. والسمك الطريقه اللي احنا بنفتحوها بيها. في سمك كبير بنشقه مثلا او بنقطعه عشان ايه يستوي معانا. بنقطعه ايه في الظهر بتاعه. بص اهو. ادي السمكه مفيش حته فيها مش مستويه او مش متحمره كويس. الطريقه دي كويسه قوي زي ما انا فهمتكم برضو بيتشق ازاي. وده الجمبري اهو بالطريقه اللي احنا عملناها. بصوا يا جماعه انا ايه احط اهو. زي ما انتم شايفين ادي جمبري. طبق جمبري. وبعد ما اخلص ان شاء الله الصوص ده اللي انا هطلعه احط عليه شويه ايه من على الوش كده زي ما انتم شايفين. وادي السمك اهو. اتفضلوا معانا.